جربت أداة AI تكتب إعلانات بدلي على صفحة حقيقية لمدة أسبوع. نتيجة أنا اتصدمت. أنا شخصيا بكتب إعلانات من 3 سنين، كنت فاكر نفسي كويس فيها. قررت أعمل تجربة بسيطة كده، أكتب إعلان والأداة تكتب نفس الإعلان اللي أنا بشتغل بيه، ونشغل احنا الاتنين نفس الجمهور. أول حاجة لقيت ال AI جاب CTR أعلى مني كمان. الإعلان اللي أنا كنت كاتبه محتاج تزود مبيعاتك، جرب منتجنا دلوقتي واحصل على خصم 20% لفترة محدودة. الإعلان اللي AI كتبه 9 من كل 10 أصحاب بينهم بيزنس بيعملوا الغلطة دي في إعلاناتهم، وبتكلفة فلوسهم كل يوم وأنت عارف هي إيه. فأنا استغربت واتصدمت بصراحة. ال AI كان عامل هوك قوي جدا بالأرقام وسؤال مفتوح كمان. أنا استخدمت الأوفر عادي جدا، لكن هو استخدم هوك قوي جدا قدر إن هو يجذب عملاء كتير. النتيجة بعد 7 أيام إعلاني وصل حوالي 1.2% CTR، إنما إعلان ال AI وصل 3.8 CTR. ده كان غريب جدا. اللي يحصل إيه؟ اللي يحصل ان ال AI عمله احسن مني. بدأ بقلم الجمهور مش بالمنتج. الناس مش بتشتري منتجات، الناس بتشتري حلول لمشاكلها. ال AI فهم ده كويس جدا، وفهم كمان ده احسن مني في الغلطة دي. وانا مش خايف اقول الكلام ده، لا، بس انا جاي هنا اوضح نقطة. ال AI ممكن ان هو يساعدك في شغلك، انه يطور لك عملك، انه يكتب لك اعلان افضل، يكتب لك كابشن احسن، يدور على نتائج افضل، لكن مش هياخد مكانك. ودي الرسالة اللي انا احب اوجهها. ال AI عمره ما هياخد مكان بني ادم، لكن ال AI ممكن يطور شغل بني ادم. الشغل اللي انت بتعمله في 10 شهور وممكن يعمله لك في يوم. مش ببالغ في الكلام ده، في يوم واحد، من تحليل مساعدة لكابشن افضل ليه. فانا عشان كده بقول دايما استثمر في نفسك، في انك تتعلم AI عشان تطور شغلك، والا هيفوتك الرجل. بس كده، اتمنى اكون وصلت. وسيب لي كمان رأيك في التعليقات. مش عايز اكتر منكم. يلا، نهاركم سعيد. سلام.